منتخب سوريا يتأهل رسميا لنهائيات كأس آسيا عام 2027 بعد الفوز بخماسية لطيفة على منتخب باكستان. طب شو الغريب بالموضوع؟ سوريا وفازت على باكستان، أنا بالنسبة لي ما في شيء جديد، هو هيك المفروض. بس بصراحة هذا الانتصار بهيك نتيجة مستحيل يشعر فيه أي شخص غير السوري، لأن السوري عاش أيام مرة وسوداء في كرته. طب أنا ما فهمت شو قصدك، معقول قصدك عن الوضع؟ لا اكيد انسى اللي فهمته، بس انت بتعرف انه الرياضه في سوريا معدومه. طب عندك خبر انه المنتخب هو عباره عن كره استهزاء واستخفاف وسخريه من الجمهور السوري؟ بتعرف انه الكره السوريه ممله ومقرفه ومرعبه. كيف يعني؟ ايه صديقي، مرعبه، وتضيع ساعات وايام وشهور وسنين وانت عم تتابع منتخب، ودائما عندك امل ببكره، دائما عندك فكره بالتطور والنهوض في كل مباراه. بس للاسف هالشيء غير واقعي ولا حتى منطقي، لان المسؤولين عن المنتخب همهم السرقه ونهب الاموال فقط، ولا شخص كان عم يركض خوفا على سمعه البلد بين اشقائه، بالوقت اللي كان فيه الاردن وقطر وفلسطين والسعوديه وانتقلوا الى مستوى عالي لينافس كبار القاره الاسيويه. يعني انت لهيك قصدت انه الفوز اليوم هو انجاز؟ لا، مو قضيه انجاز، بس الفكره انه المنتخب يحقق هيك نتيجه بعيده عن احلامنا. تخيل معي ان يوما ما كان الفوز باي نتيجه كانت هو يوم تاريخي للشعب السوري، وهذا دليل وبيثبت لك كميه الحرمان والتعب النفسي اللي وصلنا له. طب انت شو رايك بالوقت الحالي بعد التغيير الكبير اللي صار؟ هذا بحاجة فيديو ثاني ورح نحكي بالموضوع قريبا إن شاء الله. وقبل النهاية، مبروك لأشقائنا العراقيين التأهل إلى الملحق العالمي، وهارد لك للإمارات، وتابع للصفحة ولايك للفيديو، وشكرا. سلام.